بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برا عزيزة كان برا خوشي سكان لبروغرامي ذات بابتي فقه وشريعة. طبعا قناغي كم بابتي فقه وشريعة قيشتون ثلاث الري هشتاو بينج باكا قازاد بفرمي بخينته إن شاء الله. الأذان والإقامة كتبنا الأذان والإقامة. باندان وقامة كردن. التعريف: يناسة. الأذان لغة الإعلام. أقدار كردنوا. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس. واتا أقدار كردنوا يقللاين إخوة وبيغمركي وصلى الله عليه وسلم بخلكي، يعني راقياندني بابتك شتيك ماله، أي إعلام ماله. وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصص بذكر مخصوص. بله الشرعاني شيء أويا راقياندني كبو خلق بخلق راقيني كوا بان يعني كوان يوج كاتياتوا أقاتان ليبي. والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. بله إقامة يعني بخلق راقيني كوا نيوج دابسرا هردو كيان بذكرك مخصوص، يعني بذكرك تايبت. بله. مشروعية الأذان. بله يعني لا شرعيتي أذان لكو ورقراوة. شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة. بله. وكان سبب ذلك ما ورد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال فقال تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. طبعا لصار يكي كوتشي كبيغمبر شو مدينة بان تشريع كرا سببك أو أبو عبد الله كوري زيد أفرمي الله كاتب بيغمبر صلى الله عليه وسلم مشاورين مسلمانان بتشي باني خلق بونيوش أصحاب كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم عندي كان اقتراح عن كده كبوق مكاربينا بيغمبر صلى الله عليه وسلم مشاوري باقي صحابي كانوا والله أي بيغمبر إخوة ما جولكش من لقلايا أواني شربوخ لي هذا بوي خلق يمكن لو تشيل ما أنتيك بتشي كم الله تروتي على بيغمبر إخوة ناقوس وكو زنگ لي هذا أوي كد مسيحي كان لي هذا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم تقريبا كو رازي بو شو كتشار ترنما هيش رجاي كترنبو ومسيحيش لمدينة أنمون جا كاتي بيغمبر إخوة أمري كل بياني بو بناقوس زنگ لي هذا يعني زنگ لي هذا بو نيش على من الشو خوتبهم كابرايك لخوما ببان سر معها لهندي الروايات الله برقي وابو برقكي وجلو برقكي وابو وصفي بجلو برقكي شيكا الله زنيكي بدا سويه وتم اي بند اخوا ام زننا فروشي وتي بوشي تانا وتم خلكي في بانغا كاين بونيوش فرموي ايش تيك تلفين الله بنا ما باش دربي علي مش وتم تشي وتي اما بلين ام بانغي ما يسخو ما نيدين بله جابا كازات خيون ديوي حديث كما بيتي قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله كابرات وزي الرويش هلا خوا كما ودعي قرايوا وتي أجر بان يشتان دا أما بلين قامت أجر عفوا أجر قامت يشتان كد وتي أجر قامش تان كد أما بلين جاء قامتك كعجزات خلندي وي بوشي وي كأمر خلا يخو ما نكري بانك بو ذكر تايبتي أنا قامتكش بم ذكر تايبتي أنا فرقك شيء ديارة أجر تماشى يبكي بلى. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. الله كاتي لخوال صامات مخزمتي في غمري خاص الله وسلم بوم جرايوا فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله. وتي من رؤياك حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أدنى صوتا أندى صوتا منك. بلى الله في غمري خاص فرمي أم خو إن شاء الله خويك حقا هصل قلب بلال توبي بلى تشيد بيني ولا خوكتا با بلالش بانجي خلقي بيب كابونيش شكا بلال دني لدني تو برسترو خوش اشترى طبعا معناه كي توزق نداء توزق معناه خوشيش تاعه جيك لدن برزي معناه خوشيش تاعه بلى. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. الله من يشرويش من قلب بلال بيا موتو بلالش بو بانجي خلقي يكرت. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أولي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. الله كاتب بانقدرا أبو ديار عمر لما لابوا كاتب دني بانكي بيستو زور سيرياتو الله بينك عباغي بكاتبر حرب رايك يا شالق الخويا حات وتي أي بيغمري خواب أما تشيه بأنبانة تشيه وتي عن موضوعك آوايا هاد جايشتا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي بو ذاتي كتوي ناردو بحق منيش حمان خوام بيني وكو عبد الله بينيتي بله جاء بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي سباز بو خواه. فضل الأذان فضلي باندان فضل كي تشان يكلا يخواي پروردگار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أي يستهموا عليه لاستهموا. الله اگر خلقي بزانن خيري باندان وخيري ريزي كم چنه اگر هیچ رگایی که نبی بو او خيريان دست كوي الا قرعه كردن نبي قرعه كان بو او خيريان دست كوي. بله. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يعني باندران لهم خلق مليان دريشتري للروج القيامة. طبعا حديث معناه أولية ك إما الراسية شربكين لسربان ولا همو زمان بيغمرها بس بلال بانجي داوة إلا بانجي يكمي بياني نبي كبلال أيدا بانجي دوما عبد الله كوري ابن أم مكتوم أيدا أجي نهر بلال بان كان يدا بيسوت أنا كسيتر باندا يعني كس منافسة بلالي نكردوها شكا بلال هم دنگي برزبوها هم دنگي خوش بوها بلام خيركي قوليه تقول لشوني كترا الريت كو باندا لشوني كملا نبو باندر نبو مزقوتيك يعني دشتي شولا يعني مالك خوتها لما لقي خوتها باندا بو مالو نالت قامت بك ابو يعني مالو دور ولا مزقوتها. بله. شروط صحة الأذان مرجكاني دروستيتي باندان يكم دخول الوقت كاتي نجات بيت بيشه ونابي بيش نجبيكي فلا يصح الأذان للصلاة قبل دخول وقتها ويستثنى من ذلك أذان الأول للفجر وأذان الأول لصلاة الجمعة. دروستني بيش كاتي خوي باندي إلا لدو حالة نبي دروجي جمعة بانيك معنيها لبيشها نيو ساعات سيات شارك بيش وقت بانغ دايبو يخلق أقدار بيتوا وللروجي نجي بيعني شا بانيك يترمان هيا لبيش بانغ الرسميكا أقر بدريت بتعبد للرمزانانا ويخلق أقاي بيتوا تقريبا 20 دقيقة بيش وقت أو بانغ أدري يسمن أقل لديك أبوايا يا لشونك أبوايا ياك مزقود بوايا من ريك بانغي بيانيان زين دوا كردوا وخلق كما أقدار كردوا كوا أما بانغي كما بوايا خلق أقدار بيتوا بو نجنيا بانغي دوم شاور ريبكم بانغي كم صلاة خير من النوم تي أخم بانغي دوم صلاة خير من النوم تي أنا أخم إذا الخلق همي تي أجيشتن وأما تطبيق ما نكر بس يستو لشونك أي بانغزا مزقود تي كسي وقتو ناكا أقل بيكي إبتا فتنة خلصري ليتيكاتي. بله.
دوم الترتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان كما وردت بذلك السنة. يعني ترتيب، يعني بانك شلون هاتوا قامتك شلون هاتوا تر نباشو فيها شيء بكري و نا مثلا نيوي بوتري وبروي دزوج بقول داي بيني وتقني وقيتري بالله بلكو همي بترتيب وكو خوي وبدم يكي شو وبين شي ناخي بالله. سيم أن يكون الأذان باللغة العربية وبألفاظ التي وردت بها السنة. بان بوشي وأدريك هاتوا لزمان بيغمر صلى الله عليه وسلم كبزمان عربي وتراوى استشهر بزمان عربي كأيلين وهاتوا للسنة والله حمو أمة كان كاتون تناو إسلام وهروا بانيان داوا يتبيو يسناك بقول الرئة أما بالله. فائدة إثرائية. فائدة كي دولة منكر لا يشترط للأذان طهارة ولا استقبال قبلة أو القيام له أو عدم الكلام أثناءه ويستحب ذلك كله. مرجنية بوبان إلا تو دزنيوجي كعملتها به، مرجنية بوبان رولا قبلة بكي، مرجنية بوبان الحلسي تبي ببيوه ودانشتن شو أبي، مرجنية قسنا كي لكاد بان على بينك يا بلام أمانيك يسوتمان دزنيوجي كامل بوبان أما السنتها هروها روكنا قبلة السنتها بس أم أليم مرجنية يعني حالتي كانت بيش تو دزنيوجي نبو بان يجرام بان خبدا أم جبرو دزنيوجي حالتي تعيبتها أو بس خوي أصل وايد تو بيش بان هانسي دزنيوجي بقيم جبان دي حالتي كانت سرتو فقرات التيك شو معناها أبيت تجبان دي قينا دانشي تجبان دي بلام ما حالتي تعيبتيها يعني مس نابي بيكي بعادة هروها روكنا قبليش هروها لبينا مكان حالتي زور ضرور بيجي ناقصنا كي باش بالله. يشترط في المؤذن أن يكون مسلما عاقلا ذكرا فلا يصح الأذان من الكافر والمجنون والسكران وغير المميز ولا من المرأة للرجال. بالله أو كسي كبان دا شن مرجع كتاعي بيستا يكم مسلمان به دوهم أبي عاقل بشيتنا به سيم أبي نير بيت نكمة يعني جن بان نادا طبعا بانداني كافر وشيت وسرخوش أمانة يعني دروسنيا وغير المميز ومنالك يشتان تميزي نكردوا نابي بانداوي كتميزي نكردوا يعني شش صالان مخارو به نابي وهروها آفرتيش نابي باندا بو بياوان بلام أجر في يسن الفصل القصير بين طبعا بلام أجر آفرتان بلام أجر آفرتان خوان تنيابون بياوان دنيا نابيس لشون يكعبون بعيد شيء أتوان بخوان باندا وقامتيش بكم صفة أو صفاتان كسنة لباندا. يسن الفصل القصير بين ألفاظ الأذان ولا بأس إن طال يسيرة. أتواني لبين بانا لبين ألفاظ كانيا فصلك هبه فصلك أجر دريجيش به قينا بلام تاكل به باشتره مثلا كتولي الله أكبر يكسر الدعاء ويكسر ماله الله أكبر يعني الله أكبر توزيع وسع الله أكبر يعني مسافة بدلوا بينه يكسر الدعاء بلي ما سنتنيه بله. الصفات المستحبة في المؤذن. هذه الصفات هي سنة الأميان عائلة أنتيك نتش سنة أما واجبنية أمس صفات أنا لبانقرا سنة يكم أن يكون عدلا أمينا أبي عادل البيت خلق شعك باسكا وعيبي قورين به وأمين به ودسباق بيت شنك باندان أمانته خلق روجو نيجي لسربانا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام. دوم أن يكون بالغا ويصح أذان الصبي المميز. المميز بالغ به ودروسي منالك أجر بالغ نبي منالكي بيجيشتو بعاقل بيجير به اشتكان ليك وبكاتو دروسه بانده بلا أصل واي بالغ به. سيام أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها. عالم بيت بقاته كان بو أوي بجواني يعني لأول خاتكور بانغي خوي بده. شوارم أن يكون حسن الصوت. دني شيء حندي خوش به. ينجم أن يكون أنا كان أقدر دستك طبعا تو أقدر دسكوي. سبيا يقول لها يمم دني ناخوش. أنت نفس ساعات بيش وقتها. بالله ما دي خلقون أنا ما مسافلانة كسب دني ناخوش بابا مده. يوتم بابا دني ناخوش نيوتم كاكا إيوه بين شو إنك إيوه بقرنا. من لوازع بس ناكبي. مهم أداء فرزقبك.
اترتو قدني خوش بيت شعك قدني شينا خوش بيت شارنيه. ينجم أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. هم لا شي باك به هم دزين شي ببي وقال لا شي باك نبي بان يدروسه اگر بيد زوجش به هر بان يدروسه بلام سنت ويا اوانيها به. ششم أن يؤذن قائما مستقبل القبلة ببيو بكار ولا قبلة بكا أما السنة. حوتم أن يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة. ويسرع في الإقامة. لبانا توزي لسرخوي لقامتها توزي خيرها. فائدة إثرائية. بالله فائدة كي دولة منكر الالتفات في الحيعلتين في الميكروفون. بالله يعني لا كردنا ولا كاتي حي على الصلاة حي على الفلاح بملا ولا لا بكيتوا أمتشيه. الالتفات في الأذان يمينا وشمالا عند الحيعلتين سنة. هو السنة. لما روي البخاري ومسلم عن أبي جحيفة هو معلومات نكا خلطوا هاي غلط. كان لما روى البخاري لما روى البخاري ومسلم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال بره وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. يعني كاتبان هذي يتسئ أملا يعني لا ناكتب أملا ولا إلا لكاتي أما طبعا وكو السنات يعني ما سكن إلا لكاتي حي على الصلاة أواكي حي على الفلاح أواكي أما بو أوكات أما أجر مايكروفون نبي أما أجر لدشت باندي أجر لشوني كابي كبيويز كاتم كيتم لا ولا بله. لكن لا يلتفت في من أذن بمكبرة الصوت لأن الإسماع يكون من السماعات التي في المنارة ولو التفت لضعف الصوت لابتعاده عن المايك. معلومة هونيا يعني كاتك مايك على بردم تاخذ تنايا لكات مايك كبابكي يبغى يدم كسبه إنجا السماعة كان همو لا كان ينقرتوها وهم لا بيويس ناكتو بركيت أملاو بركيت أولاو. بله من بدع الأذان لبدع كان باندان أن يقول عند التشهد عزيز الله أعظم. أما أمني لا إنا لكات بانا أما بلي لكات شايت مانا. دوام أن يقول عند الإقامة نشهد أو صدقت. أما إشنية لكات إقامة كردنا ناليش. سيم أن يقول عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه. لكاتي صلاة خير من النوم أو إيش نالي. شوارم التعجيل بإقامة صلاة المغرب. يا بلا كردن بان دا يكسر قامت كابو نيجي مغرب مجالك بدا لو بينه. ولا يشرع أن يقول عند الإقامة أقام الله وأدامها لأن الحديث الوارد فيه ضعيف. لكاتي قد قامت الصلاة قصيك إيه أما موسى كان زوجة أقامها الله وأدامها حديثك ضعيفة. بله. يعني صلاة خير من النوم هي بس لكاتي أول توكا جود لي ما لي صدق رسول الله. يا بلي صدقت وبررته. أو أنا نية حر والخويا جواب لي الصلاة خير من النوم. خلق عليها. سديد السري. صفة الأذان صفة أذان بمشي ويا كيسك عزادة إخواني توا. صفة الأذان والإقامة ورد في السنة النبوية أكثر من صفة للأذان والإقامة منها ما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أما بانا إقامة. وأما صفة الإقامة فهي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بله. لحديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا إقامة. يعني سنة يعني في غمر أمري ببلال كده بان دودوبه جوجود بلام قامت تاك تاك إلا قد قامت الصلاة نبي زور كسلو حديثتي ناقة أن يوتر الإقامة إلا الإقامة قامت الشهر بعثوا أو جور الفازاني شيء بلام أمريكا يسبها سكين أما يعني زيادة الحديث صحيحاته بله. تثويب معناها صلاة خير من النوم لبياني أنا بله. يستحب أن يكون هو على تثويب تكي أزاني هو صلاة خير من النوم نوم لا التثويب بخلق بايوش كذا اللي بخو نعم تثويب يعني شيء أوصل تثويب يعني الثواب الصلاة خير من النوم يعني ثوابي نوش لا تثويب ناتو لا بايوش لا ناتو بله. يستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. أما بيوت التثويب. ويسمى التثويب لما روى أبو محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان في أذان الصبح قلت حي الصلاة خير من النوم. حياكيت يعني الصلاة خير من النوم. دعي توش كجوت لي بها السنة دعي الصلاة خير من النوم. بله. ايش نهرب ما ايش نهرب متابعي مؤذن اويه بله. متابعة المؤذن. يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن. سنة عروق باندرتشي وتشوي بليتوا. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. أجر جوت أنا بانبو وكو أوبلينا وكباندر إليه. إلا في الحي على التين. أو حديثي مسلم وبخاري الله باندر شيء ترى وبليرو نيوتو إلا في حي علتين. بس رواياتك كتير معناها إلا في حي علتين. وهندي العلماء عليهم باشوايا لوي شابلي شيء كوتي حي على الصلاة تجبري حي على الصلاة لا أبله لا حول ولا قوة إلا بالله. تيجي؟ نعم. أو جوان ترى تواو ترى بله. إلا في حيعلتين فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن بله. حي على الصلاة، وكذلك عقب قوله حي على الفلاح. لدواي حي على الصلاة سنة بلي لا حول ولا قوة إلا بالله. لدواي حي على فلاحش سنة بلي لا حول ولا قوة إلا بالله. بلام إتر حل أول وتأخير خويت شون بانك تشروا أيلي لدواي مؤذنك هو. ثم إذا انتهى من الأذان فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أجر بان توابو صلوات السر في غمرة دي دعاء وسيلة بو في غمرة كي صلى الله عليه وسلم برأمدو حديثة. فعن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. إن جاء الصلاة يعني ليلة الصلاة يعني ثم صلوا علي يعني صلوات. يعني أجر جوتان لبان دربو يوش وقت أو بلينا ود دواي بانك صلوات لسر من بدن. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. هركسيك صلوات لسر من بدن أخوي جورات ده صلوات لسر ده. ثم تلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أفرمي دعاء بانك دعاء صلوات دان باني دا صلواتك دي دعاء صلواتك أمجا دعاء وسيلة بو بيغمر بك صلى الله عليه وسلم. شو كهو بليك لبهشتا تنها بو يك عبد كان إخوة هوا موايك أو عبد من بم بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم. جاء فرمي هل كسي دعاء وسيلة بو بك على دعاء بانك كان حلالي شفاعتي منك على الرجل قيامته. بله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،
حلت له شفاعتي يوم القيامة. هر کەسێک هر کەسێک کە گوێی لە بانگە بێ لە دوای بانگ ئەم دوعایە بکە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. طبعا دوای سەڵاوات و ئەمجا بانگەکەیش دوای بانگەکە وەک خۆی بانگەکە ئەڵێتەوە ئەمجا سەڵاوات لەسەر پێغەمبەرەدا ئەمجا ئەڵێ اللهم رب هذه دعوتي التامة، يعني خوای ئەم بانگە تەواوە والصلاة القائمة وأم بانگ ئەم نوێژە دابەسراوە آتي محمدا بمحمد ببخشە بلي الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما وبي ببخشة أو مقام محمودي كوعد الدعوة ببيغمبر صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعة هكذا أم دعايبك حلال شفاعتي منك. فائدة إثرائية. فائدة دولة منكر إذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فإن المستمع يقول مثله، يعني هكذا جويل صلاة خير من النوم بيار وخوي أيليتوا، ولا يسن أن يقول صدق رسول الله أو صدقت وبررت يا رسول الله، بل هذا من البدع. أمانيك أو تريد سنة بيغمرنية صلى الله عليه وسلم. أجايب شيء. إيه برسالة تشيبه. من مراتبان يعني هو تصدير شو صلاة خير من النوم. إذا طالب دو هذا يشتغل صلاة يعني. طبعا دير شو يجمع دعك. بس الأول. وتي ما نايكين. أخوي لنيوجي بياني باني بيانية كما أبي بدري. راسي لباني دوما صلاة خير من النوم تيانية. بلام ابن باز أفرمي. الباني عليها ميكا. بس ابن باز عليه ما دام تباني كم بدنا بانك دوم تيب. أيتر أبرا أنا لسر شو نكيش خلباني رويج. بالله. الدعاء بين الأذان والإقامة. دعاء لبيني بان قامتا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. دعاء ناقر ولا بيني بان قامته يعني إخوة والله ميداتوا. آخر لا برشمان. فائدة إثرائية أخطاء في ألفاظ الأذان. هندي غلط هي للفظ كاني أذانا الله أكبر الله أكبر بصيغة استفهام الله أكبر أما هو بيجي يا إخوة قوريا وقوا بيجي يعني الله أكبر بمد الألف أكبر أنا كسيواك أمدو أنا هدي هي أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والكرد عليه الله أكبر الله أكبر ما جاي لك الله يبلي الله أكبر الله أكبر مسائل متعلقة بالباب. عندي الشتية بيونديها من بابه وكواس مانك. لا يسن أن يقال شيء عند الإقامة لأن هذا هو ظاهر السنة. الله لقال قامتها هيك سنتنيها بيلي أما الظاهري سنة الله لسر أمية. يسن تكرار المتابعة مع أكثر من مؤذن حتى يصلي الشخص فإن صلى فلا تشرع المتابعة. الله أتواني أقول لك شنشوني باني دا أم بانغ توابوت والمتابعة أتواني بكي بانغ كتير باني دا أتواني بكي حتى أوقات نيوجكي بلام أقول نيوج توابو دعاء أقول يكي باني دا المتابعة شرعيني على دعاء. يشرع الأذان في حق المسافرين لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأذان وكانوا مسافرين. أو كساني مسافرين شرعية بانيش بدن وقامتيش بكن أقول لشوني كاوسان أقول باني دا لقرك يقابون مزقول باني دا أول جاية بس يواكن كخوان بتنيا لدشتكي شولا. دوم ليس على النساء أذان ولا إقامة لأنهن غير مخاطبات بالجماعة ولا بالأذان لكن إذا أذن وأقمنا دون أن يسمعهن الرجال فلا بأس. السرجن بان وقامتني بلام أجر لشوني كابون خوان تنيابون كزجوي لي أن أبو بان وقامتش بدون اعتيادية. سيم إذا جمع بين الصلاتين أذن للأولى وأقام لكل صلاة. بالله أجر لمزجوتي أجر عفوا أجر جمعي بيني دون يوجدان كرت أو تنها بان بويا كم يك بان أدري لا أولو دعاء قامت بون يوجي كان كري إن جا دعاء بون يوجي كده جم قامت أكري يعني يوم كاتب بان يك لا أولو أدري إن جا دو قامت شكري بو هر يوجي قامت يك. لما ثبت عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. لعرفة واي كردوها في غمر صلى الله. وكذلك في المزدلفة. بلى لك مزدلفة شر واي كردوها يعني لعرفة باني دا قامتي كردوها نجي نورو إن جا قامتي عن كردوها نجي عصر. لمزدلفة شو عن كردوها باني داوا
قامەتیان کردو نوێژی مەغریبیان کردووە قامەتی تریانش کردووە نوێژی عشایان کردوانی بانگەکەی دووبارە نەکردوێتەوە بەڵێ شهرم الأولى أن يقيم الصلاة من أذن ولا بأس أن يقيم غيره لعدم ثبوت ما يمنع ما يمنع لعدم ثبوت ما يمنع أولاد الرواية كأو كسي بانكي دانا وقامتك أجر كسيتر كردي بهوي عذرك وبهوي هر وضعك اعتيادية وهيش مانع يكنيش يكنعته منعك. بينجم لا بأس بمتابعة المؤذن في المذياع إن كان على الهواء مباشرة، أما إن كان مسجلا فلا يسن. على دروس إنسان جوي الراديو بيلا تلفزيون بيه دروس بان لقل أو يعني ذينك متابعة بك يعني طوش بان خب جري تودو أي صلاة هذا سر في غمر ذي أجر بان كب يعني مباشر بلا ما بانك بتسجيل كراي بلا كرايوه على السنتنية. ششم لا يجوز الاكتفاء بالأذان عن طريق المسجلات. لو كتاخذ تودو جود لبان به كجود لبان بو تنازعني مسجل يا مسجلني. وامية زوجة أول توبي نازعني ويبي كي باشتره. بله. ششم لا يجوز الاكتفاء بالأذان عن طريق المسجلات فإن الأذان عبادة لفظية لا بد من الإتيان بها. أمر رواية بدني مسجل بان ندري. أي لمس جوتا كانوا دني ساعاتك يا أمانة نكري شكله بأذان عبادته أبي بكري هيك بيك هالسي بيكا والله أويك الاستيماني أكري قرار وايا بكري ألين ليكشون بانك أدري بحي تو أيوة سماع كان لشون كيتر بث يكن لمس جوتا كان يتر أمانة اعتيادية مثلا بقول من لمس جوتي جولة بانك بدري دو أيوة لمس جوتا كان يتر سماع كان بث يكن حرمان بانك بس لسه مع كان يتر بالرجاء أونلاين ضل عليك هذا. أما هيك شيء ثاني والله أعلم. صلى الله وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.